يلا بينا كده بعد ما نودي اولادنا المدرسة نتمشى كده على السوق ونشوف ايه اللي ناقصنا ونكمله من الخضروات دي اللي لا يمكن اي بيت يستغنى عنها. حتى لو هتجيبي حاجتك بالاسبوع برضو الحاجات دي هتستفادي منها كتير جدا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى جبت شوية الحاجات ديت. بس الخضار دوت كلنا ما نقدرش نستغنى عنه. ان شاء الله لو هتجيبي من كل حاجة نص كيلو او كيلو تمام كده. ولو في مقدرتك تجيبي من كل حاجة 2 أو 3 تمام برضو هيقعد معاكي مدة أطول. بس أنا بوريكم الحاجات الأساسية اللي أنا بستخدمها كل يوم وما اقدرش استغنى عنها. دي أول حاجة الطماطم يا جماعة، زي ما انتوا عارفين كلنا ما نقدرش نستغنى عنها، وانتوا عارفين الطماطم اليومين دول غليت ووصلت ل20 جنيه، ويا علم بقى هتغلى توصل لغاية فين تاني. فانتي كل حاجة هتجيبي منها حاجات بسيطة، بس المهم تبقى موجودة في بيتك. وده كان كيلو رز يا جماعة، حتى لو عندك رز هاتي كيلو. وده كان كمون ناعم وفلفل ناعم كلنا برضو بنستخدمه كتير. ولقيت الكرنباية الحلوة دي، الكرنباية ديت البياع قال لي شتوي، فكانت عاملة 35 جنيه، يعني حلوة جدا. والخضرة دي كان الست ربط ب10 جنيه. وزي ما احنا شايفين كده برضو قلت شوية عن الصيف، كانت كتيرة جدا اللي خزناها كده مع بعض. فانت ممكن تجيبي ب10 جنيه خضرة فريش زي كده مع الخضرة اللي انت مخزناها. ده انت لو مخزنة الخضرة، اما لو مش مخزناها هتكفيكي برضو. وده كان 2 كيلو من البطاطس النهاردة يا جماعة عاملة 15 جنيه. بس حلوة جدا. بصوا، فالقصد ان احنا يعني ايه ما نسيبش بيتنا كده، حتى لو هنجيب من كل حاجة يعني حاجة بسيطة. يعني الفلفل ده مثلا يا جماعة هينفعنا في البتنجان المخلل، وكمان الخيار هينفعك في السلطة برضو. يعني حاجات برضو زي ما انا قلت لكم قبل كده ان احنا ما ينفعش نستغنى عنها. وطبعا هتسد عنك كل يوم في النزول، ان انت ما تنزليش كل يوم. فالحاجات دي يا جماعة لازم نجيبها في التلاجة، طبعا كل واحد واحتياجاته. انت حابة تجيبي حاجات زيادة انت وراحتك. والطماطم يا جماعة اليومين دول بصراحة حلوة زي ما احنا شايفين كده. يعني هنشوف التلاجة فيها ايه يا جماعة وننزل نجيب الناقص. ولو ما فيش حاجة خالص ان شاء الله الحاجات ديت برضو هتملى التلاجة. ولو عوزتي اي حاجة منها في اي وقت زي ما انا قلتلك هتلاقيها. وهاتي كرنباية زي كده واعمليها بقى تاني يوم تالت يوم. الكرنب بيفضل حلو يا جماعة باليومين برضو والتلاتة برا التلاجة. وممكن كمان الكرنباية دي تسلقيها وتحضري يعني تحضيراتك قبلها بيوم، وهتلاقي الكرنباية برضو في بيتك والخضرة. ولو زاد كمان رز زي ما انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات التانية. الفلفل ده يا جماعة بيبقى منقذ جدا. لو فض عندك خلطة رز بتحشي الفلفل، ولا بتقوري بقى ولا بتتعبي ولا بتاخدي وقت ولا حاجة. انت بتطلعي الحتة الخضراء اللي فوق ديت بس، وتغسليه وتحشيه فبيبقى زي الفل وبيبقى منجز معاكي في الوقت. فيعني الافكار ديت حلوة يا جماعة، يا ريت كلنا نستفاد من الفيديو ونشوف بقى ايه اللي ناقصنا وننزل نجيبه. بتمنى الفيديو يعجبكم وتنوروني وتشتركوا في القناة. حبايبي ما تنسوش اللايكات الجميلة والكومنتات الحلوة اللي بتشجعني وبتخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. بالنسبة لي ده تشجيع كبير منكم ليا. فما تبخلوش عليا كده بالكومنتات والتعليقات الحلوة اللي انا بصراحة بستفاد منها كتير. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.